عشان حلوان كل الفرق الموسيقيه. هي الاستاذ ابراهيم سراد، الاستاذ صداوي صادق، الاستاذ رجب الداوي. هي عشان محمود حنفي النحاس، زياد واحمد، سمير الفلاح ابو رضا، ابراهيم سراد، ورجب الداوي، ورضا عبد، سمير الصاوي، كل فرقتنا الشاطره. هي غير عشان حاج ابراهيم عصام، حاج خلف البنداري، استاذ هاني البدراوي، باشمهندس باسم، استاذ ياسر، كل كتاب الكلمه الحلوه. اللي بيدور على الشر ويجري عليه بيعيش نصاب، والنصب بيجري عليه، وبكره هيكره الحلال ما هو اصله ما خدش عليه. بيكره الحلال اصله ما خدش عليه، ويكذب على الناس بكلام من البق، ويزوق في الكلام ما هو طالع من البق، وعمره ما قال حاجه من القلب، كله من البق. ده اصله فنجري بق ومراته بتجري عليه. مين اللي قال المرة تفضلها على امك؟ ده عمر يا ابن المرة ما تكون في رضا امك، ولا عمر شاف الوجود يكون زي امك. ياما سهرت عليك وانت صغير على الفرش، وشالتك في عينيها وعملت من رموشها فرش، وكبرت وجابت لك مرة انعم من اللحاف والفرش، وانتوا توسخوا الفرش والترويق على امك. يا عويل بطل غلط واحكم بقى مراتك، وكفايه كلام على الناس، وبص لمراتك، وقبل ما تحاسب الناس حاسب بقى مراتك. موسخ الناس وهو اوسخ الاوساخ، ويتباهى قوي بعيلته وهم اوسخ الاوساخ، تملي مغرور وهو واهله ناس اوساخ. يا ابني الاوساخ ده انت جزمه لمراتك. عبيط عمل صياد، رمى شبكه في قلب البحر، طلعت له بلطيه جامده، قطعت الشبك في البحر، فضل يقول لها اشعار، طلعت له على شط البحر، فرح بيها وخدها في وسط الناس صياد، من شدة جمال جسمها ودي رمشها صياد، ومعاها على الفراش طلع كوفة الصياد. قالت له عامل لي صياد، ده انا اقول له ما يملانيش البحر. أصعب جراح الزمن غدر المرة يا ابني، بتاخدك شباب وبتنقي بعينها يا ابني، ولما يروح الشباب تدوس عليك يا ابني. طبعا الأنانية فيهم مهما تشبعهم، لو جبت مال قارون عمرك ما تشبعهم، تملي بطنها فاضية ولا حاجة بتشبعهم، ومن تهليلهم الناس يقولوا دول جعانين يا ابني.